بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وأطيب الأوقات وأسعدها. موضوعنا في هذا الفيديو يدور حول نبتة عدوة للإنسان تتبعه حيثما حل وارتحل، لها شعيرات دقيقة إذا لمسها الإنسان بيده نشبت فيها وانكسرت، وسالت منها عصارة محرقة تؤلم اليد وسببت حكاكا شديدا. ولمعالجة حريق هذا الحكاك الذي تسببه شعيرات هذا النبات يكفي أن تضع على المكان المؤلم قليلا من عصارة الحماض. فإذا كانت هذه العشبة تؤلم من لامسها فإنها في المقابل عظيمة النفع للإنسان، ولقد كتب عنها الكثير من الأطباء قديما وحديثا وعن فوائدها الجمة في العلاج. ولا تقف عند العلاج فقط، بل تتعداه إلى التغذية، حيث ينصح بأكلها كسلطة غضة نيئة أو مطبوخة بعد 12 ساعة من جمعها، لأن شعيراتها في هذه المدة تجف ويبطل مفعولها، وتستعمل أيضا في الصناعة لاستخراج الكلوروفيل وأليافها. إذا ما نسجت فإنها تعطي نسيجا أخضر غريبا لا يمكن تمزيقه باليد المجردة. نحن اليوم مع العشبة رقم 87 في السلسلة التعريفية بالأعشاب الطبية الموجودة في المغرب، وهذه العشبة نقول لها بالدارجة المغربية الحريقة الحرشة. وقبل أن ننتقل إلى الشرح والتفصيل أترككم مع هذا الفاصل وسنعود بإذن الله تعالى. إذا رأيتم أن هذا الفيديو مفيد فشاركوه مع إخوانكم وأخواتكم حتى تعم الفائدة ويستفيد الجميع، ولكم الأجر والثواب، فالدال على الخير كفاعله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشبة الحريقة الحرشة غنية عن التعريف، لكن أكثر الناس لا يعرفون قيمتها العلاجية والغذائية، بل أكثرهم يشمئزون منها ومن ملامستها، رغم أن هناك أنواع من الحريقة مسالمة ولها فوائد خاصة بها لا يعلمها إلا القليل. ففي هذا الفيديو سأبين لكم أنواع هذه العشبة وفوائدها الطبية العلاجية والغذائية. اسم هذه العشبة بالعربية أنجرة، ويقال لها القراص، وكذلك القريص والحريق. نقول لها بالدارجة المغربية الحريق الحرشة. وفيها نوعان: نوع كبير يسمى القراص الكبير، وتسمى بالفرنسية جراند أورتي، اسمها بالإنجليزية جريت ميتل، اسمها العلمي أورتيكا ديويكا، من عائلة القراصيات أورتيكاتشي. والنوع الثاني يسمى القراص الحارق، اسمه بالفرنسية أورتيبغيلونت، اسمها بالإنجليزية ستينينغ ميتل، اسمها العلمي أورتيكا أورانس، من عائلة القراصيات أورتيكاتشي. وهذان النوعان يحرقان جلد الإنسان إذا لمسهما، لكنهما يحتويان على فوائد عظيمة سنذكرها في هذا الفيديو بعد قليل. وهناك نوع ثالث يشبه هذين النوعين، إلا أنه مسالم وشعيراته ملساء لا تؤلم ولا تؤذي، يسمى القراص الأبيض، يقال له بالفرنسية لوغتي بلانش، ويقال له أيضا لاميي بلون، من عائلة الشفويات، وسأفرد له فيديو خاصا به أبين فيه منافع هذه العشبة إن شاء الله تعالى. وهناك نوع آخر يقال له بالعربية الحلبوب، ونقول له بالدارجة المغربية الحريقة الملسى، ولها فوائد عظيمة خاصة في علاج الجهاز البولي والتناسلي، اسمها بالفرنسية ميركوريال، وهو نوع من الفربيونيات، ولنا عليه فيديو في القناة
يحمل رقم 2 في السلسلة التعريفية بالأعشاب الطبية الموجودة في المغرب، وسأترك رابط الفيديو في أول تعليق لمن يهمه أن يطلع عليه. نعود إلى عشبة القراص الحريق الحرشة. الأجزاء المستعملة النبات الطري والأوراق طيلة السنة، والجذر في الخريف، وكذلك البذور، غير أن البذور تتسبب في بعض الألم في الحلق، ولهذا بعض الأطباء يوصون بتجنب استعمال البذور. تجفيف هذه العشبة يجب أن يكون سريعا في الظل، فمتى جفت الإبر تبطل قدرتها على العقص، وإذا كان المطلوب من العشبة الجذر فقط وجب قلعها قبل موعد الإزهار. المواد الكيميائية الموجودة في عشبة القراص الحريقة: أسيتيل والكولين والهيستامين وحامض الفورميك والفاليك والكاروتين والفيتامين سي والكلوروفيل والعفس والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والكبريت والمنغنيز والسيليس. خصائص هذه العشبة: فهي مضادة لفقر الدم وتخفض مستوى السكر في الدم، قابضة ومنقية للدم، ومدرة للبول، ومدرة للحليب عند المرأة المرضعة، وقاطعة للنزيف. وكانت مادة الكلوروفيل الخضراء الموجودة في الحريقة تستعمل في السابق في الصناعة فقط، ولكن ثبت في الحرب العالمية الثانية أنها مطهر فعال للجروح الملوثة، وفعال حتى في الحالات التي لا يفيد فيها البنسلين. كما ثبت أن العشبة إذا كانت مجففة تجدد شباب الجسم كله، وتقلل من زيادة ضغط الدم في تصلب الشرايين، وتهدئ الأعصاب والنرفزة، وتنظم الهضم وعملية تماثل الغذاء. وفي القراص الحريق الحرشة هرمون تماما كالهرمون الجنسي الموجود في مبايض أنثى الإنسان والحيوان. وفوق هذا كله أن القراص الحريق الحرشة أغنى النباتات بالفيتامين A، وفيها الكثير من الأملاح اللازمة لجسم الإنسان. استعمال الحريق الحرشة من الداخل: يؤكل الجزء الغض من العشبة بمزجه مع خضار السلطة، أو يطحن ويعصر ويشرب كعصير قدر 100 مليلتر مرتين في اليوم، لتنقية الدم ولتجديد شباب الجسم، ولكثير من الأمراض التي تحتاج للعلاج من الداخل والتي ذكرناها آنفا. وبعد فصل الربيع يستعمل مستحلب القراص الحريقة الحرشة ما عدا جذورها، وذلك بنسبة 2 ملعقتين من العشبة المفرومة والمجففة، توضع في إناء ويصب عليها نصف لتر ماء مغلي، ثم تترك لترقد، ثم يشرب منها 2 في اليوم، واحد في الصباح وآخر في المساء قبل الأكل. أما الجذور فيستعمل منها ملعقة كبيرة في نصف لتر ماء، ويغلى لمدة 15 دقيقة، ثم يصفى ويشرب منه 2 في اليوم صباحا ومساء. ويستعمل القراص الحريق بهذه الطرق من الداخل في معالجة فقر الدم والنزيف الداخلي في الرئة أو في الجهاز الهضمي كالقرحة المعدية والمعوية أو البواسير أو الجهاز البولي أو نزيف الرحم، وفي أمراض تصلب الشرايين وزيادة ضغط الدم واضطراب الهضم والإفرازات البلغمية في الصدر، وفي حالة المغص الكليوي حين وجود حصاد في الكلى، ولمعالجة النقرس والبول السكري وإدرار الحليب عند المرضع، فيفضل شرب العصارة من العشبة كلها. ويؤكد الأطباء الروس أنهم أحرزوا نجاحا كبيرا في معالجة داء الخنازير وأنواع السرطانات باستعمال القراص الحريق الحرشة، وما أحرزت هذه العشبة من نجاحات فهو كثير جدا. أما القراص في الطب القديم فقد قال الأنطاكي أنجر، وهو بزر القريص، وهو نبات كثير الوجود
صغير الورق، له زهر أصفر يخلف بزرا أصفر مفرطح أملس إلى طول دسم الطعم، وأجوده الأخضر الحديد، ونباته إذا لمس البدن أورث الحك والورم. أقول هذا الوصف ينطبق على القراص الحارق. ثم قال الأنطاكي وهو يلطف الأخلاط الغليظة اللزجة وينقي الصدر والرئة وأخلاط المعدة والسدد والطحال والكبد، ويدر الفضلات كلها ويهيج الشهوة جدا مع بزر الكرفس ولبن الضأن مجرد، ويحلل الأورام كلها مطلقا، ويقطع الدم والأواكل والقروح والسرطانات كيف استعمل. انتهى كلام الأنطاكي رحمه الله. وقال جالينوس ثمر هذا النبات وورقه هما اللذان يستعملان فيما يحتاج إليه من المداواة، وقوتهما تحلل تحليلا كثيرا، حيث أنهما يذهبان الخراجات والأورام، وفيهما مع هذا قوة نافخة بسببها صار يهيجان شهوة الجماع، وخاصة متى شرب بذر هذا النبات مع عقيد العنب. وعقيد العنب هو أن يعصر العنب ويوضع العصير في إناء فوق النار ويطبخ جيدا ثم يرفع، أي يصبح كالعسل في قوامه. ثم قال ويصعد الأخلاط اللزجة الغليظة التي تخرج من الصدر والرئة، ويشفي أيضا من القروح المتآكلة من العلة المعروفة بالأكلة، وفي السرطانات، وفي جميع ما يحتاج إلى التجفيف جملة من غير تلديع ولا حدة. انتهى كلام جالينوس. وقال ديوسكوريد ورق كلا الصنفين، يقصد القراص كبير والقراص حارق، إذا تضمد به مع الملح أبرأ القروح العارضة من عض الكلاب، والقروح الخبيثة، والقروح السرطانية، والقروح الوسخة، والتواء العصب، والخراجات، والأورام، والذبيلات. وإذا دق الورق وصير في المنخرين قطع الرعاف، وإذا أخذ مدقوقا بالمر واحتمل أدر الطمس، وإذا أخذ الورق وهو طري ووضع على الرحم الناثئة ردها إلى الداخل. وبزر هذا النبات إذا شرب مع الطلاء حرك شهوة الجماع وفتح فم الرحم. وكجميع الأدوية أعشابا كانت أو من الصيدلية، فيجب التقيد بالمقادير ولا تتجاوز الجرعة المحددة، فإن كل شيء زاد على حده انقلب إلى ضده. وبهذا أرجو أن أكون قد قدمت شيئا مفيدا، وأشكركم على المشاهدة وتعليقاتكم الطيبة والمحفزة، وأرجو أن أكون قد أفدتكم ببعض الشيء. ومن استفاد منكم فلا ينسى أن يشارك الفيديو مع إخوانه وأخواته حتى يستفيد الجميع وتعم الفائدة، ولكم الأجر والثواب، فالدال على الخير كفاعله. وإلى اللقاء بكم في فيديو جديد مع موضوع جديد أو عشبة جديدة، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.